طحت على حساب واحد سبحان الله إنسان من العالم الموازي حرفيا. تعريف الإنسان في البداية، الإنسان تقريبا عمره يمكن في الأربعينات، وغير عن العادة إنه طلع إنسان رهيب. هو أكيد عالم موازي، أكيد تيك توك. الشخص اسمه صديق الطبيعة أبو سامي، والنعم يا رب ما أحد يعرف يشوفني. صديق الطبيعة أبو سامي. حرفيا المقاطع ما تفهم منها شيء، بس المقاطع حلوة. قلت لازم أشوف حسابه كامل، أو تقريبا أشوف أحسن المقاطع. الغريب سبحان الله يرمي لك المقطع وأنت ما تفهم شيء، لا في أحد قبل، ما في أي توضيح، بس كذا المقطع موجود. كيف تفهم السالفة طيب حقته ذي؟ والمشكلة مو بلازم تفهم، بس يتهاوش مع واحد وما تدري وش السالفة. أنت الحين هماز مشاء بنميم، أما تقول حبوب وحبوب أبشر. طبعا من يكلم المقطع اللي قبل. الحين أمشي مع دقائق معدودة إن شاء الله نروح بالحملة ذي. الخوذ حقتي كبار شوي، هذا اللي يجيني وشاق رحت. طيب أنا إيش دخلني؟ ما أعرف بخوذك كبار، يعني إن شاء الله من زود في يعني الله يبارك لك فيهم. الله يجعلك بحيل بركانية يعني اللي طردت النادي. ايش طرد النادي؟ باش من الشباب. طيب من يكلم؟ تسديدة المنقطعة بالجغلة بالصوت. طيب وين الشخص اللي يتكلم بالموضوع؟ لا نعرف. أنا اللي جيت أطاق بس طاقم جيد يعني، على الأقل جيد. شفت أسوأ الصراحة. بس خلينا نشوف هذا اللي يقول هماز مشاء. هماز مشاء بنميم. ليه؟ أما تقول حبوب وحبوب أبشر، ترى ما عندي سوابق، ما عندي إلا حزمة حزام دال جودو ممنوع دوليا بعد. ما شاء الله. كاراتيه جميع الألعاب موجودة عند أبو سامي. ونعم. ما طلع ذا الشيء عبث. والله إني أتفق، شيباتك هذه طلعت من خبرة في الدنيا. سويتوا لي بلاغات وتبغون، ترى رجعت حسابي عادي. أي الله ألقم ها يا الحساد. شفتوا حساد يا أخي؟ حتى شخص ناجح وأفنى حياته في النجاح، صديق الطبيعة أبو سامي، لازم يكون في كارهين. مع ما شاء الله إنسان محبوب والكل يحبه ومشهود إلا بالحب، بس لا، كل ما زاد النجاح يتناسب الحسد مع النجاح. تقول أنواع الأشناب هي 3 أنواع. أيوه. شنب تهيابة، وشنب قلب حمامة، وشنب قلبه قلب بركاني. البركاني شكله طبعا الإنسان هذا شكله يحب كلمة البركاني، فأي شيء مو يحب، يمكن شكله يشوفها رهيبة فيضيف كلمة البركاني مع أي شيء. هذا شاهي بركاني حار يقطع أبو السماج. خلاص يا خالد لا تتسامج. جاك بالخيل مطوع تقول لا تلعن، ما ندم اني اروح. جاك بالخيل ايش الترابط بين المقطعين يعني؟ وين المطوع اللي يقول لا تلعن؟ ما في أحد قال لا تلعن. أبو سامي صوتك مو مسموع. أبو سامي ما نسمعك. أبو سامي حاي. شوف أبو سامي هذا أيام كان يدرس التايكوندو ويدرس في الحجر البركاني، وكان عنده يعني شوف ما شاء الله تميز. عليكم ورحمة الله وبركاته. ايش قصة المحلات؟ كل يوم جيت محل قال تمارة، تبغى تمارة يا اخواني، يخلوا راتبكم، لا تعطونا تمارة ولا تمارة ولا حكم. خذ الحكمة من أفواه الفههاء. والله ونعم، والله حكيم أبو سامي. شيباتك ما طلعت عن عبث. تجمع حريم من كذا ويوم قالوا لكم يوم عائلة هم يتجمعون على فستان هتويشي، قال لكم مقطع من فوق ومن تحت ومع الجنوب كيس شعير ويقولون يجنن يهبل. عارف إن منطقة نخاس ولا يبغى لبدة بذي مع حيط بركانية كذا في راسه. والله إني كاين إيش دارس حيط بركانية، عنده تخصص بركاني. أنت اللي تقول نزل القبوع انقهر ويا المناطق الحارة، باقي البرد عندنا وبيستمر البرد للحج. خلنا نشوف ندور الشخص، هل هو فعلا في شخص يتكلم عن الأستاذ هذا؟ القبوع أبو سامي شكله يشوف كلام إحنا ما نشوفه. للحين أنا فوق طبقة الأزون، ماني تحت الأزون، فوق طبقة الأزون ما تعينوني مع التنفس. أنت أصلا مكانك فوق الجبال البركانية. أصبر، حكم ولا أبو سامي؟ أبو سامي يحتاج تدريس في صناعة محتوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن من الريحان. شوف هذا إيش؟ هذا ترانزيشن والله أسطوري. ظلمت أبو سامي، طلع عنده حس صناعة محتوى. والله نعم. شيباتك ما طلعت عنا. الآن من الريحان. وش هذا؟ ريحان بركاني؟ تكفى خالد، خلاص خالد كفي سماج. الله أبو سامي تحت المطر.
كاني اصرف على ابو سامي. يا اخي ايش سويت أصرف على أبو سامي. يا اخي خلي ابو سامي في حاله يا الحمد اخي. لله الحكومه تصرف علي وتصرف علي وعليك. صادق صادق والله حكيم. شباتك ايش ما طلعت عبث. اسطوره. اوه شيت والله ابو سامي طلع عنده شهاده بركان، قاعد يسوي بركان هنا. يا كان ضد الماء ضد الضوء. انت بركاني استاذ سامي. ضد الماء ضد النار ضد البركان. بسم الله بركاني يا استاذ. شباتك ما طلعت عبث. عمتي ذي اللي كلامها وسخ. نتكلم استاذ سامي. عمتي ذي اللي كلامها وسخ. هو استاذ ابو سامي رمزيات ما عشان لا يزعل احد حط رمزيه. عمتي ذي اللي كلامها وسخ. رأيت الدار. عرفنا ان عمته كلامها وسخ. انا بوريكم فيها اذا ما وديها في مكان بعيد، مكان بركاني، اخلي الجيرة تاكلها. اخليها تاكلها وتابعها كوارع الجيرة. اسطوره. هنا ما فيها لا جاله زهايمر ولا ما يحتال فيها الا ربي. يبي فرقاها استاذ ابو سامي بسيطه، ارميها وسط بركان ان شاء الله لا تفتحله. ما شاء الله مطر. انا الحقيقه الحين حقين الجنوب طبعا. كيف تعرف الجنوبي ما هو بجنوبي اذا ما صور المطر، اذا جاء ما يصور السيل. اسطوره استاذ ابو سامي. شيباتك ما طلعت عن عبث. بعض الناس يرحب يقول ارعب. انت حطيت نفسك مره ترحب تقول ارعب، لا تكسر الراء. ارحب واحد تقول ارحب. والله اسطوره. هو واجد تقول ارحبوا. اي هذه مراجل والله رجال استاذ ابو سامي. تدري ايش اسطوره ابو سامي. شيباتك ما طلعت عن عبث. اهم شيء سلامة الارواح. الله شوف ابو سامي متعدد الشخصيات، المحنك، البدوي، الرياضي، وهذه شخصيه المداوم اتوقع او مثقف ما أدري. بس الصوره ابو سامي. اما بالنسبه للاستقبال العوض في السيارات فهذا شباتك ما طلعت عن عبث. والنامس نوعين. ايوه نامس وبعوث. نوع نامس ياكل ذا نامس عادي، ونامس بركاني. اسطوره ابو سامي. شباتك ما طلعت عن عبث. الحين لا تروح في مثل دورات تطوير الذات ترى على الاطفال ويتعلموا هذا خطا هذا صح. اي صح صادق. ابو سامي قدوا في علم النفس. ونعم حدخل في ابو سامي يعرف فلاسفه المخ. انت تبغى وش انت تبي، هذه من الله ما هي دراسات. اسطوره ابو سامي. شيباتك ما طلعت عن عبث. دحين نقول شيباتك ما طلعت عن عبث. هذا ايش قبل ما تطلع الشيبات. اسطوره ابو سامي. ايش سالفه ابو سامي؟ حبه بيضه. ليه ابو سامي؟ حلبه مطحونه. بل خلطها بالملعقه. ناويها وسلطها. لا ابو سامي. ليه ابو سامي؟ والله ستشكك فيك يا ابو سامي. اللي عندك ياخذ العويد فيرته يوم ولا يومين بيسلم يطيب ان شاء الله. اسطوره. اما والله انا اتفق معه. ليش ابو سامي شباتي ما طلعت عن عبث. تصدق وانت خلاص تصدق. ابشروا ذا الحين امسح المقاطع اللي ما تبغونها ليه ما يمسحها. اني دوبي داخل التواصل الاجتماعي مشاري اللي جوال وقالوا انك هذا الحين ابشروا باللي تبغون ما انزل المقاطع مفيده. هي هذا الشغل ابو سامي. يبغى لي اكشن واجد وامسح ولا تاخذوا المقاطع يتوزعونها ارجوكم رجاء. لا توزعون. ابشروا ذا الحين يا اخي ابو سامي حقيقيين ينشرون اللقطات تفهم الموضوع بشكل غالط. فالصوره ابو سامي الى الامام. شباتك ما طلعت عن عبث. عينت الشجره اللي اتعالج بها تدريجيا. ايوه من ايش؟ من الخبال ذا اللي في راسي. صريح ابو سامي تدريجيا. هو ايش ابو سامي عنده ذكاء خارق لدرجه ان الناس يحسبونه يعني عنده قدرات او مشاكل. صح عليك ابو سامي. شباتك ما طلعت عن عبث. ما هو كذي فتلت غاء. ونعم. وقررت انا اني اهفكم بذي. افهم ايش سهلوا. وبفسخ ملابسي وباخذ لي سروال جلد منه وبعوم في الادغال. يا ادغال يا ابو ترى جريتين يا ابو سامي. العشبه ذي حس الكوميديا حق ابو سامي. اسطوره ابو سامي فاهم الاجيال والتفاوت وهذا. شباتك ما طلعت عن عبث. لا عاد تروحون بعيد ولا عاد تمشون في الامطار. لا تمشوا خليكم في بيوت. الامطار غزيره لا خاصين الليل وبكره يتكلم. وين ابو سامي؟ تروحون بعيد. ابو سامي توك تقول لا تطلع في الامطار. ما تشوفني منجرح. اسكت. هيك قصير والعوال قصار وعيت منهم العسكريه. من يكلم. صدق الطبيعه فوق الحين البركانيه. اسطوره والله.
شيت طلعت قصير يا ابو سامي والله. ما تشوفني منجرح، اسكت. اسكت. هيك قصير والعوال قصار وعيت منهم العسكريه كلهم مسبة الحساس. عندهم شهاده شكر والاوائل من اولى لين تخرجوا. تخرجوا 5 سنين بإيش؟ طايحين النية. واحد منهم قاعد عنده اكتئاب. الله المستعان. انا ما رحت القبيله قلت ميتهم بيوظفوا عوالي لا في شركات ولا في شيء. الله يكف العون ابو سامي، شباتك ما طلعت انا بس. الحين تقولون ما فهمنا شيء يا اخي، ما غير انتم المتابعين اغمز لكم كذا باليمين واليسار يفهموا كل شيء، والواحد يقعد يتنيط بالسالفه. خلينا ايش نفهم السالفه اللي كان يقصدها. ايش ابو سامي؟ ما اسمع. خوي قابل صوت طريب يصلي هنا. لا صليت معه وانا اضحك، يا مسلمنا يقول ترى عليك عوالي. ما ينفع ابو سامي. لازم تصحح اللي قبل ابو سامي. صوره ابو سامي، شباتك ما طلعت البث. طيب ابو سامي ايش السالفه اللي نبغى نفهمها؟ مو بلازم تفهم السالفه. ذكرتوني بصديق اللي متزوج انه هنا وراح صوب ذي المناطق الرياض ورايح شهر العسل وداق بالنظارات الشمسيه على عيونه. حتى بالليل قبل شوي مرسل لي مقطع، ايش رايك ابو سامي انا كذا هنا وهنا. يا رجال العسل كنت في شهر العسل من النظارات عامي مرضك شوف عدت ولا سوداء. لا ما ينفع عنصريه ابو سامي، شباتك ما طلعت العب. اخواني انا قدري 48 ساعه وانا عاقل، ها انت مفعول العشبه. خلوني اضحك عليكم والله. خلاص ضحك. بعلمكم عزيز علي، بس لا تقعدون تودون في التعليقات والاشياء، هب ضحكات وضرب الوادي. صدق والله انه صادق. ضحكهمش. لا تدقق يا اخي. مرض نفسي. انتم تجيبون انتم متابعين بتابعون لي نفسيه. اضحكوا ما عليكم. قصه صدقيه ما اسطوره ابو سامي، شباتك ما طلعت العب. كيف خراط وكذاب؟ ليش اكذب؟ العقاب والحساب والذنوب علي، ايش اكذب عليك به؟ كذب من الان وصاعدا. انا ماكل كيس بصل وركبني بلا وببخر عليكم والشياطين ادخلتني من فوق ومن تحت. لا ما ينفع ابو سامي، انت رجال وفاهم وعاقل، انت استاذ ابو سامي. الشيء شكل الوضع قاعد انحدار. المنقلب ابو سامي تكفى. لا ما تبي دقيقه ما تصلح. اروح اذبح الكرامه وما هباب كرتون واجي اشلشلها واوديها للبيت. يا اخي ابو سامي يا اخي شبك واركب السيارات واقول اهدي نزلت الحركه ذي ما تصلح يا اخي. نعطيه في بيوتهم يا اخي، الناس تستفيد منها ما كلها وجبه واحده يا اخي. ابو سامي عند راي، بس ايش شيباته ما طلعت لنا. بس سامي سالفه طويله. لا اللي انا معلق بضربه بحد بركانيه من فوق ومن تحت، ثم انقلب عليه مغولي. بعطيكم بحد بركانيه التعليق اللي قاله. بس وش التعليق ابو سامي؟ ما ندري. جدي اكثر اوقاتي كنت مع جدي في الصحراء في الطبيعه عشان كذا صديق الطبيعه. وما جيت اعلمكم قصه ثانيه لي حصلت علي صدق ما عندي الكتاب. لا ايوه سامي ما حمل قصير. رحت للبر انا ونسيبي الصغير، ورحنا للبر جلسنا 3 أيام. ويوم جاء 3 يوم جانا مطر مغرقت الارض وجات الارض غرقه. اما جاء الغرق يظهر ذا البشبش العنكبوت. مو بالبشبش، البشبش يجي صغير، العنكبوت العود اللي يحفر في الارض. المستعان ابو سامي. اذنا مهبنا الفراش دخلت تحت التراب فنزل ظهر وعين البطانيه. هم جاء الليل ظهر. تعال قلت انا انشرحت قلت لما البطانيه هبها في السياره تجي الربحان تسحبها، فلما هذا في وسطها هم ضربها في السياره مقفل عليه بالريموت ومن تقاه زاد في جت ثاني. واجلس العنكبوت يوم كامل ما جيت انا الا في المغرب. يعني شارح من الساعه 6 صباحا ولا جيت الا في المغرب. اثرها طبخت الشمس لين فدم، هم يعوم تحت المراتب هنا ما عليه مكان يظهر. السياره الجديده ايش بسطها ما عليه مكان يظهر. تعال تحت الدعسه حقت البنص اللي حقت المتابع، وقدهم معصب يبغى يلعب اي شيء عينه. اي واحد عينه ياكل. ساجي يوم افتح السياره هم اركب فيها هم شغلها. خلصنا استاذ سامي السالفه طالت. رجعت وهمت وتفقد اغراضنا ورجعت. ساعه عشقتها واحد ودعست البنص فبرق في رجلي في راسي اصبعي زي الكهرب كذا برق. القصه وقع على المخ. يا ساتر يا ساتر. البلد اللي جاء في رجلك ما ادري انا فيه بشبش. الرجال هذا البشبش لا من الوالدين يخلف الاعصاب حقت المخ لا مثل العرقب والحنش. لا اله الا الله لا اله الا الله. بسام شيباتك ما طلعت عبث، ولكن اضطريت البشت والبشت صعب ما يستدي الا ما يجيب الا واحد عنده معارف كبيرين في السن وعنده خبرات من اول وشيبانه شيبات
شيبات ما طلعت عن عبث. رسالتي للشباب الوعي. يا شباب الوعي، افهم يا شباب الوعي، لازم هنا رسالة مهمة جدا ولازم ترسخ في المخ. تجنبوا المشاكل. والسرعة الزايدة. الله المستعان. ما تدغرياش. حتى الأسلحة ذي لا تاخذونها يا أخي. كذا وكذا. أيوه وكذا. يا ما قاعد واحد فنطف في السماء. صادق انطب. ايوه احذف بحيد. انتوا ذول المتابعين الجدد اللي ما تاخذ تشوف اخر مقطع البوسامي وتعلق وتضرب بالوادي بكلام ما ينفع. ترى الكلام يوقع وراك. وانا ارسل الرساله ذي لك انت بالعمرك لاني انا هنا لا يجيك بحيد بركانيه. بركاني. اوكي القاموس يسجل بركاني حالك سبب ولا لا؟ واروح الجن اروح في الواحد اللي حول شباب ما طلعت انا ابو سامي. اليوم جاني قطع بنات والله ما ادري منهم عليه، قال كثر الناس كل واحده تسلم علي عمو ابو سامي عمو ابو سامي عمو ابو سامي والله ما ادري ايش اللي علينا واللي ما هو علينا. الله المستعان. جاتني واحده فمها متشقق براطمها اذرها البرعه ذي يوم شفت فمها مسكتها دريت انا عندها جفاف في المعده والمعدتها دكتور ابو سامي ما عاد فيها ولا قطره ماء. والله طلع الدكتور ابو سامي. شبابك ما طلعت انا بس. اليوم جاني قطع بنات والله ما ادري منهم عليه كل واحد يسلم عليه ابو سامي عمو ابو سامي عمو ابو سامي. جابوا لي هديه المتابعين ما شاء الله كيكه بركانيه هنا وهنا يلا كيكه بركانيه برضه ذي حله احسب انها كيكه طيب كلها واقول خلوقها يومي كله الكيكه هنا بغيت اكل السحب. الصراحه كوميديا ابو سامي ما شاء الله وتتعدد المهارات. كلام يدرب ولكن انا اقدم التوعيه والارشاد لانه بيطلع بكره ولا بعده في الشارع البنت ولا الولد من عندكم من البيت سيغادر صادق ايوه كذا ولا كذا. دكتور اجتماعي ما قلت انا قد علمته لاني انا في الشارع قبله موجود قبلك اكبر منك بيوم اعلى منك بسنه وشيباتك ما طلعت عنها بث. ولاد يلعبون عليكم البنات ذول. واحد تقول ميده ازرع راسك اذنك فيها سحاب استاذ ابو سامي. الشوكه والبراطم حقتك كذا والنخره حقتك كذا ورحمه الله وبركاته. والله انت يا العباير هبونا محل اسماك. هي والله ليش ما في سمك؟ ما عندنا محل سمك على الخميس علشان سمكه. انا من اكلات البحار انا اكل الاكلات البحريه ياكل البحر البركان يا اخي كله نعمه يا اخي بس السمك برضو نداء. اليوم ما شاء الله استاذ ابو سامي جاب السمكات. استاذ ابو سامي شيباتك ما طلعت لعبه. انا سمعت دكتور فلكي يقول ان الشعاعات في شعاعات فوق في السماء مثل الفلكي يا ابو سامي. لا الشعاع حق اللمبه بس والله متعدد. لا ما ينعجب العرب ما يقرون ما غير ورا ذي الشراطه. ايوه اقرا يا اخي يثقف. كنت انا اقرا في كتب ما شاء الله مثقف ابو سامي. قال ان في زمن الهرج والمرج كثرت ذبح الابل. ما ادري والله اسطوره ابو سامي. شباتك ما طلعت انا بث يا اخويا انت محتواك خميس وجمعه باقي له حمرية ولا حولك. انا محتواي من عهد الفيل. الاعلامي يا ابو سامي قدامي موجودين يا اخي استفد مني. هي خبرات يا اخي الدكتور المثقف هذا خبير الاكل خبير الفلك خبير. شبابك ما طلعت انا بس. الله سامي يا جماعه الخير والله حساب اسطوري جدا واتمنى يا جماعه الخير ان كلكم تروحون للاستاذ ابو سامي صديق الطبيعه تابعونه متابعه وتسالون اسئلتكم التي تحتاجونها سواء في الفلك في العلاقات الاجتماعيه في النفسيه في البيئيه متعدد. اي مشكله تواجهك حلها عند الاستاذ ابو سامي. ليش؟ لانه ابو سامي اسطوره. شيباتها ما طلعت عن عبث.